تصريحات نارية عن رياض محرز يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما. هنعرف كل تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك ليصلك منا كل جديد. تفوق الدولي الجزائري رياض محرز على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما في جائزة خاصة خلال سنة 2023، ويتنافس محرز مع رونالدو وبنزيما إلى جانب كل من السعودي سالم الدوسري والحارس المصري محمد الشناوي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط ضمن جوائز جلوب سكور. وبعد 5 أيام فقط عن إعلان حساب جلوب سكور عن القائمة النهائية للمرشحين، نجح محرز في تحقيق ريمونتادا بفضل تصويت الجماهير، وأزاح رونالدو من صدارة الترشيحات. ويتصدر رياض محرز الذي أقصي ظلما من سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2023 ترتيب أفضل لاعب في الشرق الأوسط بقيمة 48% من نسبة الأصوات، مقابل 35.9% للبرتغالي رونالدو. بينما يأتي الحارس المصري الشناوي ثالثا ب13.2%، متبوعا بالسعودي سالم الدوسري ب2.8%، وأخيرا الفرنسي بنزيما بنسبة 1%. للإشارة فإن حفل توزيع جوائز جلوب سكور مبرمج يوم 19 من يناير أو جانفي 2024. اكتب لنا رأيك في التعليقات. من تريد أن يرشح لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط؟ والسلام عليكم ورحمة الله.